المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته لمصر. اكتمال سد منطقة شاركي في مديرية إعلى برعد. تنظيم ورشة عمل تعليمية في قالة نفعي. – 700 حالة وفاة و20,000 إصابة بالكوليرا في زامبيا. الصين تدين العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية. والسويد تنضم إلى الناتو وتتخلى عن حيادها العسكري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد فخامة الرئيس أفورقي الزهرة اليوم إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية التي استغرقت 3 أيام. وبحث الرئيس السياس أفورقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطوير وتعميق العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، بالإضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقام الرئيس السياس أفورقي يوم 25 من فبراير بزيارة المواقع الأثرية والمتاحف ذات الأهمية التاريخية والدينية في القاهرة. كما قام فخامته يوم 26 من فبراير بزيارة مركز البحث العلمي والتدريب في مجال الموارد الحيوانية الواقع في مدينة السادات على بعد حوالي 100 كيلومتر من القاهرة. وقد توجه الرئيس أفورقي إلى مصر صباح يوم 24 من فبراير تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رافق الرئيس أفورقي في الزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. دشن في 24 من فبراير سد الشاركي المبني بالتعاون مع وزارة الزراعة وإدارة مديرية إعلى برعد والفرقة 34 من الجيش. وفي كلمته خلال الحفل قال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى خلال التدشين الذي حضره قائد الجيش الشعبي العميد تخلي لبسو ومسؤولي الجبهة والإقليم، قال إن الجيش الإريتري هو جيش الحرية والاستقلال والعزة والتنمية. وقال إنه فخور ببرامج التنمية التي ينفذها لتحسين معيشة الشعب وتحويل الأرض إلى مكان خضراء. وذكر أنه تم إنشاء العديد من السدود في المديرية خلال السنوات الثلاث الماضية بالتعاون مع الأهالي والجيش لزيادة الدخل باستخدام مياه الأمطار للأغراض الزراعية الموصى بها. وقال إنه من المقرر إنشاء 10 سدود، وحث الأهالي بشكل عام والمزارعين بشكل خاص على العمل بإخلاص إيمانا منهم بأن ذلك في مصلحتهم. وقال السيد محرنا تخليت مدير مديرية إعلى برعد: لقد قمنا بتجميع قدراتنا ومواردنا البشرية لتنفيذ برامج التنمية المختلفة. وأضاف أن الجيش الإريتري تمكن من إنجاز العديد من المهام في مجال الحفاظ على التربة والمياه. وقال السيد قبر مسكال التولدي القائم بأعمال رئيس قسم الزراعة والأراضي بإقليم عنسبة إن برامج التنمية الجاري لإثراء المياه السطحية والجوفية في مختلف الأوقات ظلت تلعب دورا إيجابيا في زيادة الإنتاجية الزراعية. وقال إن بناء السدود والبنية التحتية الزراعية وحملات الحفاظ على المياه والتربة أيضا لا زالت تلعب دورا هاما في تطوير الزراعة المروية. عقدت ورشة عمل حول ضمان جودة التعليم في 23 من فبراير في مديرية قالة نفعي بالإقليم الأوسط. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ دانيال سلمون في الورشة التي نظمت في عدي قعداد إن الهدف هو تقييم نقاط القوة والضعف في العملية التعليمية وتنفيذ التوصيات. وتم في الورشة تقديم ورقة عمل للنقاش وكذلك تقييم البرامج النصف السنوي. وقدم المشاركون اقتراحات بناءة للخطط المستقبلية. ودعا مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلايح بتجابر جميع المدارس على الحفاظ على نتائجها التعليمية المميزة.
أفاد مسؤول عيادة فانكو الممرض إبراهيم أمان بأن غرف انتظار الحوامل المشيدة بمبادرة السكان في العيادة تساهم بشكل كبير في الحد من وفيات الأمهات والأطفال الرضع. وذكر الممرض إبراهيم بناء غرفتي انتظار الحوامل لتخفيف المصاعب الصحية أثناء الولادة التي كانت تعاني منها المرأة. وأوضح أن العيادة تقدم خدمات صحية للأمراض المعدية وغير المعدية والتطعيم المنتظم للأطفال أقل من 5 سنوات والتحاليل المخبرية والصيدلية، داعيا سكان فانكو لمواصلة أنشطة نفير النظافة لدورها في مكافحة الملاريا والأمراض الناجمة عن نقص النظافة. وقال الممرض المساعد في العيادة السيد يحيى عمر إن وعي المجتمع الصحي قد زاد، وأن النساء الحوامل يتلقين الرعاية المناسبة قبل الولادة وبعد الولادة في المرافق الصحية، داعيا لتوفير سيارات إسعاف. وأوضح السيد عثمان إبراهيم وعلى نافع من لجنة بناء غرف انتظار الحوامل تلقي السكان الرعاية الصحية الجيدة من العيادة. تجري أعمال صيانة طريق صنعفة عند الجدة الممهد بنفير يشارك فيه سكان 6 قرى. وأوضح منسقو النفير بأن حوالي 1600 فرد يشاركون يوميا في أعمال الصيانة، مضيفين أن الخط الذي ظل خارج الخدمة لفترة طويلة بعد أن تضرر بسبب السيول هو في طور الاكتمال. وأكد المشاركون أن الطريق الترابي مهم لحركة المركبات وله فوائد كبيرة على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. وذكر مدير الضاحية السيد قرماي محري أن الطريق صخري ومتعرج وعرضة للسيول في موسم الأمطار. تقع ضاحية عند الجدة على بعد حوالي 12 كيلومترا جنوب شرق مدينة صنعفة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة يعيشون في 7 قرى. تلقت 25 شابة من مديرية شعب دورة تدريبية لمدة 4 أشهر في مجال تصميم الأزياء. وأوضح مسؤول المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر في مراسم التخريج في 25 من فبراير، أوضح أن البرنامج جزء من الدورات التدريبية التي يجريها الاتحاد بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وقال إن أكثر من 300 شابة في مديريات أفعبت ونعفة وقندع ومصوع وفرة وقلعلو استفدنا من البرنامج في مجالات الخياطة وتصفيف الشعر وتربية النحل وتربية الدواجن وإعداد الطعام والرسم وصناعة الشباك الصيد. من جانبه أشاد مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم بجهود الاتحاد في إكساب الشباب المهارات بالتنسيق مع الشركاء. من جانبهن أكدت المتدربات على مساهمة التدريب المهني في حياتهن المعيشية، داعيات على متابعة ودعم كافة الجهات المعنية في جهودهن لخلق فرص العمل. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين هدف وأهمية التدريب والدورات التدريبية المماثلة، وذكر المتدربات تطوير المعرفة المكتسبة بالعمل التطبيقي. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. الأنباء على الصعيد العالمي. أعلنت السلطات الصحية في زامبيا ارتفاع حالات الوفاة بالكوليرا مع ارتفاع الإصابات بحسب وسائل إعلام محلية. وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية في بيان إن زامبيا شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة بالكوليرا منذ يناير 2024، حيث وصل عدد الوفيات إلى 700 شخص. وسجلت زامبيا ما يقرب من 20,000 إصابة منذ بدء تفشي المرض في أكتوبر 2023، بينما اقتصرت الحالات في بداية تفشي المرض على لوساكا واندولا أكبر مدينتي في زامبيا. فقد انتشر المرض منذ ذلك الحين إلى جميع مقاطعات البلاد، مع إمكانية التأثير على منطقة الجنوب الإفريقي بأكملها. وفي يناير الماضي بدأت وزارة الصحة حملة تطعيم تستهدف 1.5 مليون شخص في المناطق التي تعتبر معرضة بشدة لخطر انتقال العدوى.
وتنتقل الكوليرا عن طريق تناول الطعام أو الماء الملوث، وتأتي أكبر عدد من الحالات المسجلة موجودة في العاصمة لوساكا. أدانت الصين العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية ذات الصلة المزعومة بروسيا، وقالت بكين إن العقوبات الأحادية تصل إلى حد الإكراه الاقتصادي وتقوض القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية وتعرض سلاسل التوريد العالمية للخطر. كما ذكرت الصين أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم. هذا وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إلى التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين روسيا والصين ليس موجها ضد أي أطراف ثالثة، ولا يمكن أن يتأثر بالدول الأخرى. وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية إلى قائمة العقوبات يوم الجمعة الماضي 9 شركات صينية يزعم أنها تقدم الدعم للجانب الروسي، فيما أسمته التحايل على القيود التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وافق البرلمان المجري على قرار انضمام السويد إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو ليزيل بذلك آخر عقبة أمام الالتحاق هذا البلد الإسكندنافي بالحلف. وبانضمامها للناتو تضع السويد حدا ل200 عام من سياسة الحياد العسكري التي كانت تنتهجها. وصوت 188 نائبا في البرلمان المجري لصالح القرار، بينما عارضه 6 نواب فقط. وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد أعلن أن بلاده ستوافق على القرار. ووصف رئيس الوزراء السويدي أولفي كريستورسون التصويت بأنه يوم تاريخي، وقال إن بلاده مستعدة لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالأمن الأوروبي الأطلسي. وسبق أن حذرت روسيا مرارا من تداعيات سلبية لانضمام السويد وفنلندا للناتو، كما حذرت الحلف من عواقب خطيرة في حال أقدم على ضم أوكرانيا إليه. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه شركات صناعة السيارات في أوروبا وموردها الذين يعانون من ضغوطات بالفعل عاما صعبا، حيث يتسابقون لخفض تكاليف النماذج الكهربائية لمواجهة المنافسين الصينيين الذين يجلبون سيارات أرخص وأرخص حجما لتحديهم في موطنهم. ويتم عرض الفرق بين شركات تصنيع السيارات القديمة في أوروبا والمصنعين الصينيين الذين يركزون على الإصدارات الكهربائية بشكل صارخ هذا الأسبوع في معرض جنيف للسيارات، والذي يعود بعد توقف دام 4 سنوات بسبب الوباء. والشركات الكبرى الوحيدة التي تقيم أحداثا إعلامية هي شركة رينو الفرنسية وسيك وبي واي دي، وهما 2 من الشركات الصينية التي وضعت أنظارها على أسواق أوروبا. مشاهدينا، نختم هذه الفترة المسائية من الأخبار بتذكير أبرز العناوين. الرئيس ياسر أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته لمصر. اكتمال سد منطقة الشاركي في مديرية علا برعد. تنظيم ورشة عمل تعليمية في قلعة نفحي. – 700 حالة وفاة و20,000 إصابة بالكوليرا في زامبيا. الصين تدين العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية. والسويد تنضم إلى الناتو وتتخلى عن حيادها العسكري. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.